هي مش لوكاندا. ايوه، مسكن الحضانه بتاع الصغار مش لوكاندا، لان انا كنت عملت فيديو من كام اسبوع حوالين القصه دي او الاشكاليه دي، وفي ناس كتير جدا دخلت في الكومنتات هاجمتني. ايوه يا جماعه، مسكن الحضانه بتاع الصغار مش لوكاندا، علشان كنت عامل فيديو بتكلم فيه ان ما ينفعش الواحده تجيب حد من قرايبها، سواء كان والدتها او والدها او اصولها او فروعها او اي حد، وتسكنه معاها في مسكن الحضانه. لان مسكن الحضانه ده معمول في الاساس علشان يبقى امن، وعشان الاطفال يتربوا في جو هادي، وعشان الام تاخد بالها منهم. فما ينفعش ان يبقى فيه حد مقيم مع الام في مسكن الحضانه على سبيل الدوام. انا ما بقولش ما حدش يجي لها، لا يا جماعه، اللي عايز يروح، ما طبيعي ان اي حد هيزور حد، وفي ناس اكيد طبعا في ناس هتدخل عليها وتروح عليها، امها اخواتها صحابها، لكن ما يبقوش معاها على سبيل التأبيد او على سبيل الاقامه، لان ده ما ينفعش. خدت بال حضراتكم؟ لان هو الزوج لما بيدي الفلوس النفقه بتاعت الصغار هو بيديها عشان تصرف على عيالها، مش عشان تصرف على حد تاني. تمام؟ فيا ريت ناخد بالنا من النقطه دي كويس جدا، ومحدش يزعل من الكلام، لان ده الواقع. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.